قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. يطول في الأولى ويقصر في الثانية الآية أحيانا. وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوني شيء صنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تعالى يحبه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلما صليت بسبح اسم ربك الأعلى والجند وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي من ورائك الكبير والضعيف وذو الحاجة.